عليكم، ازيكم حبايبي حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا، لسه داخله بعد غياب. الحمد لله، اللهم لك الحمد يعني. الحمد لله. رجعت ولسه راجعه. فالاوضه طبعا متكركبه ومحتاجه ان هي تتنضف وتتوضب. فهشوف الدنيا فيها ايه كده، واشوف الحاجة اللي هي محتاجة ان هي تتعمل، لاني بجد يعني هفرش بس السرير، يعني الحاجات اللي انا محتاجة ليها مش اكتر. يعني اول حاجة فتحت مثلا الشباك، وهشوف الدنيا بقى فيها ايه. يعني انا حاسة ان في حاجات كتيرة قوي محتاجة ان هي تتعمل. فطبعا اول حاجة هفتح الدولاب ده واطلع البطانية عشان افرش السرير وكده، واشوف الدنيا فيها ايه. بس صلوا على النبي بقى وحطوا لايكات كتيرة ودعواتكم. اول حاجه هعملها ان انا هفرش السرير. وطبعا انا هظبطه على قدي، لاني حرفيا بجد خلصانه يعني، مفيصه خالص. بس فهظبط الستاند بقى واظبط السرير برضو، ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. بصوا، طبعا بدأت بأول حاجة ان انا اظبط السرير، علشان انا كنت واصلة تعبانة جدا. وفي نفس الوقت كمان اول حاجة اظبط السرير عشان البطانية والدنيا تهدى وتروق حواليا، واحس ان الدنيا راقت. وبرضو كمان يعني السرير احط مثلا عليه شنطتي او كده، واحس ان انا كده خلاص ابتديت ان انا ارتاح. عاوزه اقول لكم هدومي كانت متبهدله، بس كان غصب عني وما كنتش فعلا قادره اعمل اي حاجه غير اني ابدا بالسرير. اول حاجه فرشت كده الملايه، ولقيتهم يعني واخدين من الملل بتاعه السرير. ملل السرير كانت ناقصه، فظبطتهم كده وظبطت الدفايه طبعا، وغيرت الملايه. لان الملايه انا كنت لماها طبعا على استعجال لما كنت تعبانه وماشيه مستعجله، فلميتها وهغسلها باذن الله. ادعوا لي ان ربنا يكرمني واقدر، لاني حرفيا بجد يعني انا رجعت بس علشان الايام بتاعتي كده خلصت. والحمد لله يعني. عاوزه اقول لكم الحمد لله يعني، لسه التعب برضو بس احسن بكتير. بدات بقى ان انا اظبط كده السرير علشان احاول اني ارتاح يعني. ظبطت كده الدفايه والملايه، وما تستغربوش اني كنت بهدومي، علشان انا لو غيرت جسمي هيهبط. فقلت وانا لسه بلبسي كده عشان لو احتجت برضو كمان حاجه. بدات بقى ان انا احشر كده الدفايه والملايه، طبعا عشان مش زي البيت، مش هينفع ان انا اسيبهم يطولوا الارض او البلاط يعني. فدخلتهم كده تحت على الملل علشان يعني بيبقوا اضمن كده من الارض. وبدات بقى ان انا اسيب ناحيه اللي هي ناحيه الباب دي بتبقى طويله شويه، او ناحيه السرير اللي هو انا يعني بستخدمه، مش ناحيه السرير التاني، لا ناحية الباب أو ناحية السرير اللي هو جنب الباب. علشان لو حطيت حاجة تحت السرير أو كده ما يبقاش شكلها اوفر مثلا. وجبت كده المخدة، وهبدأ بقى ان اطلع البطانية طبعا مش في الكفر بتاعها، لان الكفر بتاعها اتقطع مني للاسف. فانا بقى اضطريت اني احطها في حافظه. وعاوزه اقول لكم الحافظه دي انا زهقت لها سلف حرفيا بجد يعني، تعبت معايا قوي. وصعبه قوي، ما ينفعش اني مثلا حد يطلعها كده لوحده، يا اما هتتقطع الحافظه او اللي بيطلع من الحافظه حلو هيتهد. فانا الحمد لله تعبت فيها شويه وايديا وجعتني، بس طلعتها الحمد لله. حاجه صعبه جدا ان انتوا تيجوا من السفر وتبقوا تعبانين، ومثلا السرير مش مفروش، او مش لاقيين مكان، او مش عارفين ان انتوا تناموا، فبتبقى مرهقة بجد يعني. فالحمد لله يعني. بدأت بقى اني اطلع البطانية كده وطلعتها الحمد لله. كنت حريصة على ان الحافظة ما تتقطعش، في نفس الوقت اطلع البطانية. ايديا وجعتني جدا، وطبعا كانت متبهدلة تراب، وكتافي كان واجعني. هي البطانية متطبقة وانا بستخدمها يعني، وهي مطبوقة بالنص بتدفي اكتر. وكمان بتبقى يعني ما تطولش الارض يعني بحس انها ما بتقعش كده، بتبقى افضل. هي احلى ان هي تكون مطبوقه بالنص. فانا بقى فردتها كده وطبقتها من الطرفين علشان يبقى شكلها حلو على السرير. هبدا بقى اني اطبق الحافظه وبحطها كده في الشنطه بتاعتي، علشان طبعا كذا فرد في الاوضه، فحاجتي ما تضيعش وابقى عارفه بمكانها. تمام، ظبطت كده السرير. وهبدا بقى الدولاب اللي هو المشترك ما بيننا ده، كنت حاطه فيه حاجات بتاعتي يعني، علشان انا كنت ماشيه، بس هم اكيد يعني هياخدوا مني المفتاح. فالشنطه دي
أنا حاطة فيها كل حاجتي. عاوزة أقول لكم كان فيها الشوزات سوري يعني، وبرضه كمان فيها هدوم كده. أنا كنت طبعًا ماشية مستعجلة، والهدوم اللي أنا كنت لابساها وأنا مسافرة ما اتغسلتش، فحطيتها في الشنطة. هي ما كانتش مبلولة ولا أي حاجة، بس أنا قُلت يعني أنا كنت تعبانة ورايحة للدكتور، فقُلت مش هاخدهم يعني معايا وكده. فسِبتهم في الشنطة، قُلت هاجي أغسلهم إن شاء الله يعني. فابتديت بقى إن أجيب بيجامة أو أي حاجة مش نضيفة يعني، وطبعًا المكان بقى له فترة طويلة مقفول وما فيهوش حد طبعًا بيروّق وكده، والترابيزة دي بتاعتي أنا، فما حدش بينضفها. وطبيعي يعني المكان بيتقفل يوم بنرجع نلاقيه فيه كله تراب. فمسكت كده البيجامة وهي طبعًا كانت نضيفة، فبدأت بقى إني أنضف السرير اللي هو جنبي. حسيت إنه كان حد تقريبًا قاعد عليه أو كده، وكان عليه مناديل. فبدأت بقى إني أشيل المناديل ورميتها كده من الشباك، وبدأت إني أمسح برضه الترابيزة والكرسي لإني باقعد عليهم. وحطيت الشنطة اللي أنا كنت حاطة الشوزات بتاعتي كده في شنطة، حطيتها تحت السرير طبعًا، وهابدأ بقى إني أرتبها وما لهاش مكان غير تحت السرير. بس بقى طلّعت الحاجة اللي أنا عاوزاها وقُلت هاروّق الأوضة والدنيا تتضبّط، وبعدين بقى أرجع أغسل الهدوم اللي هي مش نضيفة دي، وبرضه كمان هاغسل الملاية وهاغسل الكوتشي والطقم اللي عليّا ده. فقفلت الشنطة زي ما هي كده وحطيتها علشان الحاجات هي فيها حاجات تانية غير الهدوم، فيعني حاجاتي ما تتبهدلش طالما هي في دولاب مش لوحدي أنا بس. وجِبت كده مفتاح الدولاب بتاعي وهابدأ بقى إني أرتّب الدولاب. بُصّوا دي الملاية اللي هي مش نضيفة، هابدأ إني أحطها كده على الشنطة علشان هي مش نضيفة، بس أنا يعني سِبتها فترة طويلة وكانت محطوطة في أرضية الدولاب. فهابدأ إني أشيل كده سجادة الصلاة وأرتّب كده الدولاب من تحت، وأرتّب الدنيا وأغسل برضه كمان الفوطة، وفي حاجات محتاجة تتغسل يعني كتير أوي. وبرضه كمان هارتّب الأكل بتاعي وحاجات كده. يعني عاوزة أقول لكم كأن لسه المكان كأن لسه المكان هيتسكن من أول وجديد، بس بيبقى على أصعب بقى، لإن وأنا ماشية كنت مستعجلة، فكنت حريصة على إني أحط كل حاجتي في الدولاب، أو حاجتي ما تبقاش برّه علشان ما حدش يستخدمها، وكمان برضه كمان عشان ما اسيبش حاجة برّه. و وكنت برضه كمان يعني اللي هو أنا لوحدي وكنت تعبانة، باحط الحاجة وبارتب من غير وعي، اللي هو أنا باشتغل كده وخلاص. شِلت كده الشنطة فضيت منها المناديل وحطيتها كده جنب المكتب. أنا دايمًا باحط الباسكت جنب المكتب، علشان الأول كنت باحطه جنب السرير لقيت إن هو بيجيب عليَّ ناموس وكده. مش بيبقى باسكت يعني بالمعنى، بس مثلًا لو ورق أو لو أنا واكلة مثلًا فاكهة برتقان أو كده، فبتلاقوا إنه القشر بتاعه بيلم ناموس. هابدأ بقى إني أرتب من تحت الدولاب كده. حسيت إن المفرش اللي أنا كنت فارشاه حسيت إن هو عليه تراب، هو ما كانش عليه تراب، فمسحت كده بإيدي. قُلت ممكن تكون إيدي هي اللي مش نضيفة، فجِبت مناديل وهابدأ بقى إني ألمّع كده من تحت. وما تستغربوش إن أنا حاطة الحاجات يعني كلّها أكل أو كده في الأرضية، بس غصب عني عشان المكان. وبرضه كمان هو الدولاب ما شاء الله اللهم بارك يعني بيشيل حاجات كتيرة، بس ممكن يكون أنا اللي محتاجة إن أنا آخد وقت شوية في ترتيبها، أو إني أدّيها فرصتها في الترتيب، بس مش أكتر. يعني هو ده كل الحكاية. بس إن شاء الله بإذن الله هاروق وارتاح بس كده من الضغطة بتاعة التعب والبهدلة بتاعة العلاج، وهابدأ إني أرتّب بقى الحاجات دي. بُصّوا بقى بدأت إني أرتّب الشنطة بتاعتي وأطلّع الشواحن والperfume اللي أنا كنت واخداه وكده، وهاقفل الدولاب بقى علشان هو شكله يعقّد حرفيًا، وأنا اتعقدت منه. وعاوزة أقول لكم هو أنا مش طبيعتي إني باسيبه متكركب كده، بس بيبقى غصب عني علشان أنا كنت تعبانة وتعبت فجأة. ويعني الحمد لله الواحد وهو تعبان بيبقى كمان لوحده، بيبقى يعني اللي هو مفيّص خالص. ففي اللي هو بيسموه ملحق أو كومود فوق كده، هو ما بيتقفلش بقفل. فأنا كنت حاطة فيه بقى جبت الكرسي وخلعت الشوز ونزلت طبعًا بالشبشب علشان ما ينفعش الكرسي أنا باقعد عليه. كنت حاطة فيه طبق الغسيل والصبانة وصابونة الغسيل بقى والأطباق بتاعتي والكوباية والحاجات دي في كرتونة، وكنت حاطاها فوق علشان الحاجات دي مينفعش إن هي تتحط في الهدوم، هتخلي ريحة الهدوم مش لطيفة خالص. فابتديت بقى إني الأول أطمن على حاجتي، وبعدين بقى هافتح الكرتونة وأشيل منها إزازة الزيت، وباحط الزيت ده تحت السرير. وما تستغربوش عشان تحت السرير هو ما ينفعش إن هو يتحط مع هدوم أصلًا، وما ينفعش برضه كمان إن هو يتحط في حاجة تكون بعيدة يعني، لإنه هو لو وقع بيدمّر الدنيا. الصابون ماشي بيتحط والمسحوق وكده باحطه في الدولاب، لكن الزيت خطر طبعًا.
ومش باستخدمه كتير، فابدأ بقى اني ارتب كده الشنط والحاجات دي. وعاوزة اقول لكم الحافظة دي انا برضو كده كنت حاطة فيها حاجات، وبدور بقى دي كده شنطة انا كنت مجمعة فيها الشنط علشان بستخدمهم بقى للباسكت. يعني اي شنط مثلا لما بكون جايبة مشتريات كتيرة ومثلا معايا 5 شنط، مش برميهم كلهم في الباسكت مرة واحدة، لا انا مثلا برمي منهم واحدة اجمع فيها الاكياس كلها، والحاجات التانية لو نضيفة مثلا بستخدمها، ببقى نازلة مثلا اجيب حاجة من الشارع او كده، فشنطة بتداري الحاجة، ومنه برضو كمان اجي احتاج حاجة للباسكت، لاني لسه ما جبتش باسكت للأوضة ومستحرمة بجد. يعني لان صعب قوي لما تكونوا بتعدلوا في حاجة انتوا لوحدكم، يعني صعب ان انا اطور من مكان انا لوحدي، يعني انا لوحدي اللي برمي مثلا باسكت في شنط، فالمناديل يعني زي ما انتوا شفتوا كده بتبقى مرمية على السرير، فصعب قوي. صعب ان انتوا مثلا يبقى معاكوا 2 او واحدة وتفضلوا تقولوا لا ارمي حاجة في الباسكت، مش هنعلم الناس النظافة يعني. فمستحرمة بجد اني اجيب باسكت، مع اني بعد ما كنت هاشتريه يعني كنت الاول بقول هجيب حاجه ماتيريال وكده، وبعدين بقى كنت هجيب حاجه من اللي هي في الشارع الشعبيه اللي مثلا بتكون ب20 جنيه او 15 جنيه، بس لقيت ان انا يعني بعمل حاجه صعبه قوي. فهفتح كده واطلع الشنطه، كنت بدور في الحافظه كده فوق على الكروكس وعاوزه اقول لكم طلعت ونزلت اكتر من 3 4 مرات وانا في يقيني ان هو يعني اتسرق من الاوضه. بس كنت باقول يا رب وأنا بافتح في الشنطة كده ألاقيه، وطلعت مرة و2 و3 وأنا برضه بادوّر، والحمد لله لقيته، بس لقيته فوق في الحافظة، بس كان محطوط يعني في حاجة تانية. تمام. الحافظة دي أنا كنت جايبة فيها حاجات كده كتيرة، فالحاجة اللي هي مثلًا أنا معايا إزازة زيت أو معايا صابونتين، فباستخدم صابونة، والصابونة التانية باحطها فيها، فيعني باخلّيها حاجات يعني للخزين بمعنى الأصح، علشان ما اكركبش الدنيا كلها مرة واحدة. فهقفل كده بالقفل، والقفل كان معصلج معايا لان السدس كانت مكسورة، فهدخل كده الشنطة مكانها، لاني لو شلت الشنطة من الدولاب يعني هياخدوا مني المفتاح، فانا بكون حريصة على ان ده حقي، وفي نفس الوقت مش هكركب الدنيا. وبجد انا تعبت من الطلوع والنزول، يعني انا طلعت اكتر من 4 مرات او من 5 مرات، وانا بطلع وبنزل في اللي هو الكومود اللي فوق ده، لدرجة ان ضهري تعبني، والسوستة بتاعت الشنطة اتكسرت، والحمد لله لقيت عمو اللي حيرني ده، والكريم لقيته برضو كمان كنت محتاجة ان هو اللي معايا خلص، فكنت محتاجة اني اطلعه يعني، وطلعته الحمد لله. وعاوزة اقول لكم الاسبونشات دي انا بمسح بيها الشوزات، سوري يعني، بغسل بيها الشوزات اللي هي بتكون فيها نسبة مثلا جلد عشان ما يتجرحش، لان بغسل بيه او بالاسبونشة، بس الاسبونشة طبعا بيكون فيها سلك فبتبقى صعبة. هطلعها برضو تاني والحمد لله يعني على البهدلة اللي انا اتبهدلتها دي. بس هرتاح، يعني انا هرتب مرة واحدة وهرجع ارتاح. عاوزة اقول لكم الفيديو ده خد تقريبا حوالي ساعتين، بس هو مختصره كان ليكوا يعني 20 دقيقة مثلا او 19 دقيقة، بس هو كان مختصره يعني ده، لكن هو خد فترة طويلة وتعبت قوي فيه. شلت كده الكريم من الشنطة، وهبدأ بقى اني ارتب الدولاب من تحت، وبرتب برضو كمان الشنطة دي، الشنطة الصفرا دي شايله لي حاجات كتيرة قوي، وانا كنت قايله لكم قبل كده هطلع برضو كمان جهاز الناموس، وهشيل برضو الزيت اللي هو الفاتيكا الصغنن ده، هشيله من الكيس بتاعه وارمي الكيس لان لقيته مسرب عليه، فاللي هو لما بيرشح بتبقى الدنيا متبهدلة خالص، والكيس طبعا مليان زيت. فهبدأ بقى اني اظبط كده الدنيا وارتب كده الحاجات، والاكياس لما بتكون كتيرة كده بتكون مكركبة الدنيا. المهم عاوزة اقول لكم لو وصلتوا لحد الحتة دي انا رغيت قوي في الفيديو، بس ما تنسوش تصلوا على النبي وحطوا لايكات كتيرة قوي. الحمد لله يعني بدأت بقى اني افضي الشنطة اللي انا كنت جايباها، كنت جايبة فيها شوية حاجات كده اللي هو يعني اي حاجة اكلها او اكل معايا، فقلت بقى ايه افضل بقى اني اهدى كده واروق، وبعد ما اغسل ايدي من الزيت بتاع جهاز الناموس فابدا بقى اني ارتب الشنطه، وارتب برضو كمان المكتب. وبصوا الشنطه انا كنت حطاها هنا، وانا اسفه طبعا على المنظر اللي هو منظر الشوزات اللي تحت السرير، بس غصب عني طبعا. انا كنت كتير بفكر اني احطهم في المنشر، بس لقيت ان هما لما بيكونوا نضاف فالمنشر بيجيب عليهم تراب كده، والمنشر طبعا مفتوح 24 ساعة، فبيخليني مثلا انا خارجة بالشوز بيكون لونه مش
ابيض، لا هو بيج. فالشنطة الهاند دي اللي انتوا شايفينها دي انا كنت حاطة فيها حاجات برضو كمان وشايلها. ابتديت بقى ان اطلع العلاج بتاعي واطلع الاكل اللي انا كنت جايباه وارتب بقى الدنيا علشان الدنيا تترتب، وبقى كده خلاص اللي هو ارتاح لاني كنت فصلت حرفيا بجد. والمغرب كده هو تقريبا كده كان قرب يأذن، فهقفل الشباك علشان الناموس ما يبهدلش الدنيا. ابتديت بقى اني اخرج، كنت حاطه برفيوم ومناديل وحاجات برضو في الشنطه بتاعتي، فهبدأ بقى اني افضيها علشان الدنيا تترتب. وهحط العلاج كده على جنب، والشنط برضو كمان هحطهم في الشنطه اللي هي الكحلي دي. لان الشنطه الكحلي دي بتشيلي حاجات كتيره قوي، وبحس ان هي ما شاء الله يعني بتلملي الحاجات اللي انا محتاجه ان أنا اشيلها. فهبتدي بقى ان اشيل الشواحن واشيل الشنط والحاجات دي كلها، وارتب كل حاجة، واروح بقى ارتب المكتب او الترابيزة اللي انا بحط عليها كل الحاجة اللي هي بتاعتي، لان بحس ان في حاجات كتيرة قوي بتبوظ لو حطيتها في الدولاب، فبحطها كده. الشنطة الكحلي اللي انا بقول لكم عليها اللي هي الصغننة دي تعبت معايا جدا النهارده. عاوزه اقول لكم كنت برتب كده البطاطس والحاجات بتاعه الاكل يعني. والحاجات اللي انا كنت بحطها على الكرسي دي بتبقى اقرب لايدي، مثلا زي الغسول او سوري زي الشاحن، زي ازازة المية مثلا، لو كنت جايبة برتقان او يوستفندي، والعلاج اللي هي حاجة سناكس يعني بنقنق فيها. هنا بقى جبت الكشكول وابتديت بقى ان اشغل دماغي هقطع ورقتين، علشان لقيت ان الطماطم مثلا او الخيار والحاجات اللي انا بجيبها دي بتضرب بسرعة لما بحطها على كيس بلاستيك. فقلت بقى ايه احطها بقى على الورقة، وشايفين شكل الأوضة هبتدي بقى ان ارتب الخيار. فرشت كده من تحت في المكتب اللي هو في الاستخبص كده عشان محدش يشوف ان معايا خيار وطماطم، وابدا بقى اني ارتبهم. هي مش حاجات كتيره، بس الورق يعني اضمن ليهم من البلاستيك، وربنا يحفظهم ان شاء الله باذن الله ما يبوظوش مني. هبتدي اني احطهم في الدرج كده وهحط الخيار بقى جنب الطماطم، والم الاكياس دي واسيبها بقى برضو كمان للباسكت. وهسيب برضو علبه المناديل دي على جنب، وهرتب كده الدنيا اللي هو الحاجه تكون مترتبة علشان منظر الأوضة يكون مريح للعين. وبرضو يعني أنا كده كده تعبت وهروق مرة واحدة، فالدنيا تبقى خلصت بالنسبة لي، علشان أنا حرفيا يعني فاصلة بجد، فمش هفضل إني أرتب كل شوية. شلت الكرسي بقى وحطيته جنب السرير، وقلت لما أجي مثلا آكل أو أكتب على المكتب فهسيبه. شايفين أنا حطيتهم إزاي، وحطيت برضو جنبهم الطماطم وإزازة المية، والدنيا بقت زي الفل. وهشيل كده الشنطة الكحلي دي وهرتب كده الدنيا. بصوا هنا ابتديت بقى اني اقفل الدولاب واظبط كده الشنطه الكحلي دي، اشيل منها العيش والحاجات اللي انا كنت جايباها. ورشيت معطر وريحته خنقتني. بصوا بقى العلب دي اختراع حلو قوي، اللهم بارك ما شاء الله. هي تقريبا العلبه فيهم ب4.5 او ب7 جنيه، فمش عارفه على حسب يعني الحجم بتاعها. بس دي اللي بيكون فيها طواجن زي اللي بنجيب منها فيها طواجن الدسباسيتو والحاجات دي، فبتبقى حلوه قوي. آه، لان هي يعني مثلا بحط فيها جبنة او مخلل. غير علبة التلاجة اللي هي معايا يعني بتكون هي مش غالية، وفي نفس الوقت كمان يعني استعمال خفيف. فهبتدي بقى الحاجات اللي انا مش محتاجاها هحطها في الشنطة دي واقفلها، وهحطها كده في الدولاب جنب الشنطة اللي هي الترولي، علشان مثلا تبقى روقت الدنيا والدنيا اترتبت وبقت زي الفل. المهم ما تنسوش بقى تحطوا لايكات كتيرة قوي، وكده الدنيا اترتبت. وحطيت برضو كمان كشكولي اللطيف اللي هو الصغنن ده، حطيته في الشنطة علشان ما نسوش. بحبكم جدا في الله، ما تنسوش بقى تدعوا لي دعوات كتيرة قوي في رعاية الله.